تعرف الناس اللي دايما شايفة انها مهمتها انها تراعي الكل حتى لو على حساب نفسها، ولا انت اصلا واحد منهم؟ عارفين ايه مشكلة الشخص الحساس؟ مش بس انه بيحس، ده بيحس بكل حاجة حواليه زيادة عن اللازم. لو حد متضايق يحس ان هو السبب، او على الاقل يحس ان الحل عنده ولازم يعالج الضيق ده. لو حد مستعجل في مشيته يسرع مشيته اكتر حتى لو هيتعب عشان ما يتعبش غيره. لو في اي موقف حد احتاج منه حاجة والله بينسى هو كان عايز ايه لمجرد انه عايز يلبي احتياج غيره. مع الوقت يبدأ يعيش حياة مش بتاعته. وفي علم النفس ده مرتبط بحاجة اسمها excessive empathy، يعني انك تربطي قيمتك بقيمة الناس ورضا الناس عنك، فتحاولي تقللي اي رفض اي زعل حتى لو على حساب نفسك. اهم حاجة ما تسمعيش كلمة لا. بس المشكلة هنا مع الأسف ان كل ما بترضي غيرك كل ما بتبعدي مسافة عن نفسك، وفوق كل ده كل ما بتكوني مستباحي. يعني بمعنى اوضح، لا عندك اختيار تقول لا، ولا عندك اختيار انك ترفض حاجة مش عاجباك، ولا عندك اختيار انك حتى على الاقل تحب نفسك. والحل هنا مش انك تبطل تكون حساس، الحل انك تعمل جو باك لنفسك او ترجع لنفسك وتسألها انا عايز ايه، انا بحب ايه، انا يريحني ايه، انا ايه يرضيني، انا ايه ما يضغطنيش. فمش كل احساس عند غيرك لازم تتحمله، ولا كل رياكشن او رد فعل بيقول انا مش قابل انك تحب نفسك او انا مش قابل انك تختار نفسك معناه انك غلط. الحدود مش قسوة، الحدود حماية لنفسك. ودينا علمنا ان الراحة عمرها ما كانت انانية. اختيارك انك تعيش بوعي وعدم احساس بالذنب لمجرد انك بتختار نفسك واللي يسعدها رحمة من ربنا ليك، تستاهلها، ما تحرمش نفسك منها. سلام عليكم.